عرفتي مع هاد الصيف راه كاين غير التخفيضات، تخفيض ورا تخفيض، تخفيض ورا تخفيض. اليوم عندنا تخفيض ديال 25 مليون سنتيم، فيلا سومي فيني، تجزئة ركراكا في واحد الموقع اللي استراتيجي وواجهة مشمشة. خليكم مع الفيديو، ازيدو مع كريم بالعبدي، كل شيء غيشري العقار. مرحبا بكم. اول حاجه بغيت نوريكم هو هذا المنظر اللي رائع في هذا اللوتيسمون اللي جات على المدخل ديال المدينه من جهه طريق السيار بالقرب من كارفور. شوف تبارك الله لي جاردينيين مديرين الخدمه ديالهم، وحتى الناس حتى هما تبارك الله مديرين الخدمه ديالهم. الدنيا نقيه بزاف، يعني ملي كتشوف بحال هكا ناس محافظين يعني على لي جاردان ديالهم باش كيعطيو واحد ديكور زوين وكيعطيو واحد لو شارم يعني للتجزئه، وحتى الناس اللي ساكنين كيحسوا بواحد الراحه ملي كيدخلوا لديورهم، فهادي حاجه زوينه. شوف تبارك الله الدنيا شحال نقيه هنايا وسيكيريزي بزاف، سيكيريزي اكثر من القياس. شوف لي جاردين تبارك الله كيف داروا هاد الشجيرات، اللهم بارك. الفيلات هنايا اللي مبنيين كلشي مبني جديد، كلشي نقي، وهادو راه من اغلى التجزئات اللي كاينين في المدينه ومعروفين بالهدوء ديالهم. هذه هي الفيلا سومي فيني اللي غادي نصوروا اليوم. المساحه ديالها 191 متر، مبنيه فيها 111 متر، واجهه مشمشه مراكشيه، الشمس نهار كامل. هذا هو الشارع اللي جينا منه تبارك الله. وهذا هو المدخل ديال المدينه من جهه طريق السيار. البقعة هنا راهم قلالو، فيلا مبنيه بني على الصح. لا فاصاد برانسيبال ديالها رائعه، خصوصا ملي غتكمل في الفينيسيون غتعطي واحد المنظر اللي زوين بزاف. يعني تخيلوا هاد لا فاصاد مفينيه بتحجرات وداكشي، اللهم بارك، غتكون عاطيه واحد المنظر اللي زوين. تما اون فاس الى دخلنا على لونطري على اليسار كنلقاو يعني الكراج، مازال غير تفتح الباب ديال الكراج الشماك، غير بحكم انه السيد مخليها سومي فيني فخاصو يسد، ومازال غير تحل الباب ديال لونطري كبير. وعلى اليمين غتكون بتي جاردان، عاد كاينه الطلعه اللي كتطلع على ريد شوسي. صراحه هاد الفيلا مازال خاصها غير شي فنان اللي يقدر يكمل الابداع ويخرج لنا شي تحفه معماريه. هذه هي لونطري ديال الفيلا. على لونطري كنلقاو دو صالون، واحد على اليمين واحد على اليسار. كيف قلت لكم مبنيه فيها 111 متر، وهذه حاجه مزيانه، يعني كاينه المساحه الصالحه للسكن. اون فاس على اليمين كنلقاو صالون اخر يقدر الانسان يردو شومبر، يعني الا كان عنده شي واحد من الموين الدار ما يقدرش يطلع الدروج ولا ما يقدرش يهبط في الدروج يقدر يردو شومبر مزيان. كاينه واحد لا كويزين اللي كبيره تبارك الله كطل على الجرده الخلفيه ديال الفيلا. الجرده الخلفيه ديال الفيلا جات بواحد التصميم اللي رائع. في الريتشوسي من ناحيه لا كويزين كتجي طالعه مع النيفو ديال الريتشوسي، وبالنسبه لاكاف كتجي هابطه مع لاكاف من الجهه الاخرى. هذه حاجه زوينه.
توتال في الريد شوسي عندنا 3 صالون، دوش تواليت لي زانفيتي اي كويزين. هذا هو الدوش تواليت لي زانفيتي، يعني انا غيجي واحد لافابو اللي غادي يكون رائع الصراحه. كيف ما قلت لكم هاد البنايه خاصها شي فنان اللي يقدر يتهلا فيها، الرخام، الصباغه، البلاكارات باش يلاه تبان، ويتهلا في الجردة بالخضوره والورد. الهاتف راه مدير ما في جهدو باش يبين لكم الصوره، حد الدنيا مظلمه بحكم انها باقا سومي فيني وما داخلش ليها الضوء. في النيفو ديال لاكاف مول العقار اختار انه يخليها بحال هكا محلوله، يعني مطلوقه، ويدير هذاك السيباراسيون اللي عاليه شويه. هذاك هو لونطري اللي هبطنا منه لاكاف، يعني خلاها كتبان بحال هكا صالونات. والانسان على حسب الذوق ديالو من حدها باقا سومي فيني يقدر يطلع الحيوط، يقدر يزير بيوتا، يقدر يدير صالة سينما، صالة سبور، يعني على حسب الانسان الذوق ديالو. يقدر يزيد كويزين، يقدر يزيد شومبر. تبارك الله المساحة كبيرة. ويقدر مازال الانسان يكبر دوك الشراجم مازال اكثر باش يدخل الضوء اكثر لاكاف وتدخل الشمس اكثر. هنا غتكون دوش طواليت، هنا غادي تكون بتي جاردان اللي كتشوف النيفو ديال لاكاف، واللي عليها كتطلع النيفو ديال الريتشوسي، وكاينه جاردان اخرى كتشوف لا كويزين. كنحاول ما امكن نعطيكم تفاصيل اكثر باش الانسان يعني ياخذ فكره اكثر وقريبه للواقع، قبل من انه يجي يدير زياره يكون واخد فكره قريبه من الواقع بزاف. الثمن ديال الفيلا ثمن جد مناسب، ثمن مخير، خصوصا مع هاد التخفيض اللي دار السيد ديال 25 مليون سنتيم. في النيفو ديال برومي غيطاج كاين 4 شومبر، كل شومبر بالبلاكار ديالها، وكاين سويت بارونتال. هاد لا شومبر كتشوف في لا فاساد برينسيبال اللي تبارك الله عندها واحد الشرجم اللي كبير، وعندها واحد البلاكار اللهم بارك. لا شومبر الثانيه حتى هي كتشوف في لا فاساد برينسيبال شرجم اللي كبير، وعندها حتى هي بلاكار. الدنيا طرونكيل هنايا مخيره. هادشي ما تشوفيهش كانه بحال هكا سومي فيني، تخيليه كيفاش ملي غيتفينا كيفاش غتولي تبان. يعني خاصك تكون عندك واحد النظره باش تقدر يعني تخدم هاد العقار اللي سومي فيني. تقريبا 70% ديال الخدمه راها بحيد عليك. هنا هاد الشومبر كبيره تبارك الله، فيها واحد البلاكار. هنا غادي تكون مازال واحد بتي زونفيلا وراك، عاد من لهيه غادي يكون ديزيموبل، يعني مازال تحت الفيلات غادي تكون مازال الظهر ديالك غيكون فيه فيلا. حاليا هاد الاراضي باقي فيهم نزاع، يعني ما كاينش حاليا تجزئ، والانسان يبروفيتي من هاد القضيه انه كيسكن في وقيته الربيع كتكون الخضوره وراه، وهذه حاجه زوينه. هنا سويت بارونتال اللي هذه هي الدوش طواليت ديالو، وكاين دريسين اللي تابع لهاد الشومبر اللي غندخلوا لها دابا. كيف ما قلت لكم في وقيته الربيع راه كتكون الدنيا زوينه بزاف، واحد المنظر خلاب اللور. الانسان غيتمنى انه هذيك الارض وراه ما تبناش كاع بالمره.
هي غادي يجيو فيها فيلات، عاد من بعد غادي يجيو فيها وراها من اللي غيكونوا دي زيموبل. الاهم هو انه في الظهر ديالك لاصقه فيلا، وهذه حاجه مزيانه. في النيفو ديال بروميير ايطاج قلنا كاين 4 شومبر سيجور اللي هو امام ديالنا. عاد مازال كاين السطح، وحتى السطح الانسان ممكن يبروفيتي فيه. الفيلا كاينه في تجزئه ركراكا بمدينه برشيد، على مدخل مدينه برشيد من طريق خريبكا، طريق السيار لوطوروت، من احسن التجزئات اللي كاينين في مدينه برشيد. الثمن ديالها هو 145 مليون، هي كانت محطوطه للبيع ب 170 مليون. حاليا الثمن ديالها هو 145 مليون. ثمن انا شخصيا بان لي جد مناسب. كان معكم كريم بالعبدي، تهلاو ليا في ريوسكم.